ايه اللي بقى وداكي من رياده الاعمال والانتربرنور شيب الى ان انت اشتغلتي مع ايكونيك سير مجدي يعقوب؟ انا كان عندي 14 سنه ورايحه اولى جامعه. هو حضرتك الدليفري؟ قلت له انا الدليفري. مي بدوي فاوندر بتاعت سوي بيكري. ليه خباز الصغير اللي في المترو بتاع باريس بيعمل كرواسونيه بجوده الفندق ال5 نجوم؟ كان في دايما انطباع عام ان الفرص دي ما بتجيش غير الناس معينه. ابدا ما كانش كده ابدا. ان الواحد لو بيحب حاجه وعنده من الخبره المعقوله، انت لو استنيت يكون عندك الخبره الكامله فانت خلاص. فجاه اكتشفت ان انا عندي كانسر. انا دلوقتي من الناس المحظوظه ان انا ساكن في المعادي. ففي يوم من الايام صباحا انا وماجي مراتي كنا بنوردر حاجه، احنا بنحب البيكري، بنحب دايما المخبوزات يعني. ففي يوم عملنا اوردر من مكان اسمه سوي، وده المكان اللي احنا بنصور فيه النهارده. والمكان ده من كتر ما الحاجه بتاعته كانت حلوه لما جات لنا، قلت لماجي احنا لازم ننزل في يوم نروح ندور على المكان ده ونشوفه. فلقيناه مستخبي في شارع من الشوارع الجانبيه، ومكان كوزي كده جميل هادي صغنون. حسينا ان احنا في بيتنا الصراحه. ولما دخلنا المكان لقيت حد ضحكته كبيره جدا وحلوه جدا، وجت تتعرف علينا وقعدنا نقول مين دي. طلعت في الاخر مي بدوي، الفاوندر بتاعت سوي بيكري. مش بس الفاوندر بتاعت سوي بيكري، يعني احنا واحنا بنتكلم مع بعض لما قابلتك اول مره، مش عارف فاكره ولا لا، بس جبتي سيره يعني حد تاني احنا بنحبه برضه. فانت جمعتي ما بين حبنا للبيكري والعمل الخيري او الشغل مع حد كبير زي سير مجدي يعقوب. فانت في الطريق بتاعك في حاجتين، منهم سير مجدي يعقوب ومنهم البيكري هنا اللي هي طلعت بعد فتره، يعني ما طلعتش من زمان، هي طلعت بعد فتره معينه. فاول حاجه انا سعيد جدا ان انت رضيتي ان احنا نيجي هنا نصور في المكان الجميل ده. اهلا بيك يا احمد. اتس يعني شرف قوي ان حد زيك. انت عارف انا بقدرك كمان قد ايه، لانه احنا لما تعرفنا طلع ان احنا مش اول مره نقول لبعض هلو. صح. قلنا لبعض من فتره يمكن اكتر من 10 سنين. ف وماجي برضو اعجابي بيها مش اقل منك، لانه حسيت انا كمان ايه الكابل ده. انا يوجولي بسلم على كل الناس، بس لو هالابوريت وابتدي اتكلم عن نفسي اكتر بتكون مع ناس انا حاسه ان انا استريحت لهم وشايفه فيهم حاجات ان كومن معايا. فهو ده اللي خلاني اول ما شفتكم احكي وكده. فاهلا بيك. اهلا بيك. وبمناسبه ان انت احنا اتقابلنا قبل كده، انا فاكر لما كنا بنتكلم عشان انت في فتره من فترات اشتغلتي برضه فيها في حاجه ليها علاقه بالانتربرنور شيب ورياده الاعمال في مرحله يعني صعبه على مصر وصعبه وفيها opportunity في نفس الوقت. فهنجيلها لما كان دي من المايلستونز اللي بحبها قوي. ومن غير ما احس هي اثرت فيا حتى بعد ما الشغل ده خلص. فضل حاجات كتير قوي من اللي اتعلمتها وقتها موجوده معايا، لدرجه ان انا في سن كبير اتشجعت ان انا اعمل سوي بيكري. سن كبير اللي هو سن كبير 32 اللي هو سنه ليت 33 سنه 32 ليت 33 فورتيز ببتدي اقول هتعلم. ليت فورتيز ببتدي اقول هدور على تيم وعلى شركاء. ليت فورتيز بقول هشوف هعمل ايه في الفاندز. خلينا نبدا من اول. يعني انت درستي ايه؟ انا درست الاول سياحه وفنادق، وبعدين عملت بعد كده بروجكت مانجمنت في AUC، وبعدين عملت بعد كده ماسترز MIBA اللي هو International Business Administration ماسترز. وبعد كده ابتدت بقى التريننج والحاجات دي، بس يعني هي دي الشهادات الموثقه. واشتغلتي في اول ما اتخرجتي اشتغلتي فين؟ انا اول ما اتخرجت انا كنت بحب جدا وانا صغيره الاكتيفيتيز اللي مرتبطه بقطاع السياحه، لكن ما اعرفش قطاع السياحه ده تكنيكلي بيعمل ايه. بس يعني ايه اكتيفيتيز؟ احنا في سايت سينج فانا بحبه. احنا في هنروح الكروزه فبحبها. وفي الزمانات بتاعتي انا كليه سياحه وفنادق كانت الدفعه فيها صغيره ومتقسمه على حسب اللغات بالذات في الارشاد السياحي. فانا قلت انا كنت نطه سنتين من المدرسه، يعني ما عملتش ثانويه عامه. عملت الحاجه اللي هي دلوقتي اسمها IGCSE
CSE، كان اسمها ساعتها GCE. فحسيت انا عندي فرصه تو اكسبلور، لان انا كان عندي 14 سنه ورايحه اولى جامعه. 14 سنه اولى جامعه ده 14 15 حاجه كده. انا اتخرجت كله على بعضه 18. أنا اول شغلانه ليا كان عندي 18 سنه. فحسيت دي فرصه ان انا اكسبلور. والدي طبعا كان عايز ايكونومكس وجامعه امريكيه وبزنس، فبسالك اوكي لو هي عايزه يمكن. قلت له سياحه وفنادق، اول ما قلت له سياحه وفنادق قال لا. وبعدين كان معايا مجموعه من اصحابي في المدرسه. احنا كنا مدرسه راهبات، انا كنت في الميردودو، فكنا مدرسه راهبات. ففي 3 4 بنات قررنا احنا نثور على المجتمع at the time ونعمل سياحه وفنادق. الحمد لله اتخرجت وامتياز مع مرتبه الشرف، وتعرض عليا اكون معيده وكله. فاول ما خلصت ركزت، والدي كان عنده حق. انا بحب الحاجات دي، بس انا مش عايزه ده يكون الكارير. اعمل ايه؟ هروح AUC Project Management تحت الانجينيرنج ديبارتمنت، وهبتدي ادخل في كوربريت. فتعينت في اول شركه فرنساوي سنه، مش عايزه اقول لك احمد هتقعد تحسب، سنه التسعينات. مش لازم السنه مش لازم يعني and I stayed with them for 4 or 5 years. كنت بعمل project management from A to Z. اتعلمت وعملت الدبلومة بتاعتي، وبعدين رحت التاني corporate اللي هي بقى كنت جاهزة لها أكتر. كنت جاهزه لها اكتر من ناحيه ايه؟ كنت جاهزة لها أكتر إن أنا mature أكتر، لأن أنا بما إني ابتديت أول شغلانة وأنا صغيرة قوي، فستيل يو دون نو، أنت مش بتبقى عارف بالظبط عايز تعمل إيه. فكان في نضوج، كان في اكسبيرينس على السي في تخليني اقدر اختار. كان في خلاص كنت انرولد في الماسترز، مخلصه الدبلومه بتاعتي. فقدرت التاني كوربريت يكون شبه اللي انا بحلم بيه، اللي هو احنا مسكنا موبايل اسمه at the time موبينيل، وجاي لي انترفيو في شركه لسه ما قامتش اسمها مصر فون. لسه ما عملتش لونش and they were selecting few people عشان يشتغلوا مع الكونسلتنس الأجنبي، علشان نفتح نقول ألو مصر فون، كليك، فودافون مع شركة اسمها اير تاتش and then فودافون UK. and that was the real school للإدارة، اللي هو أول حد قال ألو مع موبايل فودافون بحاجة اسمها بريبايد، ما كانتش موجودة في مصر at the time. كان في موبينيل بفاتورة شهرية، كان ديسمبر 98. ايوه انت فاكره بقى التاريخ ده بالظبط؟ ده بشتغل من قبله، وكلنا بنقول احنا بكرة الصبح هينزل أول إعلان بيقول هتدفع كارت which wasn't موجودة at the time في مصر. وبس وتوالد بقى. لما بدأتي بقى يعني تدرجتي في حتة الكوربريت دي وقعدتي تشتغلي فيها فترة، وبعد كده في برضو نقلة تانية عملتيها بعدها، كان ايه السبب بتاع النقلة دي؟ اوكي، انا الحمد لله عندي ولاد. الكوربريت في الوقت ده انا ما كنتش حاسه ان انا هبقى الشخص اللي هينور، اللي هيقولوا عليه الله دي بقت مش عارف CMO، هتسيب الدنيا وهتبقى CEO. انا كنت بعمل شغلتي كويس، بس انا شعوري ان انا ما كنتش بأبدع فيها. فكان environment محترم، ناس هايله، مديرين بفتكرهم دايما بكل خير. يعني مديرين كبار. انا كنت صغيره قوي لما هقعد مثلا مع مهندس محمد نصير، هقعد مع مهندس محمد حمامسي فكانت اكسبيرينس هايله، بس ما كنتش حاسه لا انا حاسه ان انا بعمل حاجه يعني عظيمه فيها، ولا الناس اللي حواليا حاسين ان انا فاسلك. ما كنتش حاسه في حاجه تانية ان انا بحبها اكتر، اللي هي
الكلمه التايتل الكبير اللي اسمه development، اللي هو امبريلا بقى بتشيل تحتها entrepreneurship development، بتشيل تحتها NGOs للخير، بتشيل تحتها social entrepreneurship development. so تنمية مجتمع، تنمية ريادة الأعمال، تنمية بالمعنى الكبير اللي هو أنت أدرى أنت بس حسيت إن أنا عايزة أعمل كده. ودايما بحس ربنا كان كريم جدا إن كل مرة أقول أنا الحمد لله، يعني أولا كنت دايما بقعد، مش أول ما أحس إن أنا الدنيا مش تمام امشي. احنا متربيين على اننا مفيش الدلع بتاع انت بتشتغل ومسؤول عن حاجات كتير، وما ينفعش فجأة تقعد. انت بتقعد لما تكون اتعلمت المفروض تتعلمه، بتقعد لما تكون عندك شغل تاني يساعدك في مسؤولياتك. حتى واحنا صغيرين كان بيبقى علينا مسؤوليات مش زي دلوقتي يعني ف ف فبحس ان ربنا كنت محظوظه ان كل مره اجي اقول maybe this is not هي، الحمد لله يبقى في شغلانه تانية بتقربني للحاجه اللي انا بحب اعملها، اللي هي تبتدي الناس تقول you know what انت مش بتاعت كده، انت لايقه على دي اكتر and you're doing much better هنا. ف that's how. بس هي نقله، يعني اوقات كتيره بحس النقله من حاجه مريحه في كومفورت زون، في حته انت الناس اتعودت عليكي وانت اتعودتي عليهم وعارفه الشغل تمام، وبعد كده اقرر ان انا انقل لحاجه تانية. عاده برضو الحاجه التانية دي في الاول ما بتبقاش مجزيه طبعا زي طبعا لان دايما هو اول حاجه بتتقال على موضوع الديفلوبمنت ده عامه، ان هو اول ما تروح له فلوسه بتبقى مش قد الفلوس بتاعت صح الناحيه التانية. صح. بس اللي حركك وقتها هو حته ان انت حسيتي ان انا كنت صريحه مع نفسي ان انا ما كنتش حاسه ان انا هكون كوربريت اكزيكتيف ناجح. انا بعمل المطلوب مني، بس طبعا كل ما الواحد بيكبر بعرف يعني اقول لنفسي اللي بقوله لك. اوكي. واحنا صغيرين we do not admit، يعني مش هروح لمديري اقول له انت عارف انا موظف اوكي، انا I don't exceed your expectation. وانا I have to اعمل اللي عليا وبتوفيق ربنا وبظروف ان انا to exceed the expectation. the corporate world انا كنت فيه موظف زي ناس كتير قوي، لكن في مجالات تانية كنت حاسه ان عندي حاجه اكتر شويه لو اشتغلت عليها ممكن تديني fulfillment. فده اللي هو اكتر من الجانب المادي، انت بتدوري على حاجه بتملى 100% الروح على ما اعتقد يعني. 100% اللي هي بعملها حلو فاولادي فخورين بيا، بسعد ناس حواليا عشان بيحسسوني انهم بيتعلموا ففيها سيلف فولفيلمنت. في تأثير في الناس اللي حواليك، في تأثير. يعني الديفلوبمنت ده انا اشتغلت في كذا مكان، اما بتشوف حد انت اثرت عليه. انا اشتغلت في ديفلوبمنت في القطاع الصحي اللي هو مع دكتور ماجد يعقوب، اشتغلت في جامعه امريكيه في سكولرشيب للشباب وهم لسه على اتصال بيا ففي ناس اتخرجت بسكولرشيبس وسافروا يعملوا ماسترز بره بسبب شغل الاداره دي. الاداره اللي هي at the time كان في زمايلي وبعد ما مشيت في ناس تانية احسن مني فانك انت تشوف التاثير ده بجد محدش شايفك. انت مش عايز هو مش هيكتب لك appraisal، هو مش هيتصور معاك، هو مش هيدخل على سوشيال ميديا وانا بشكر فلان هو واقف في حال احسن بس وانت شايفه في حال احسن، شايف البني ادم ده بقى احسن، شايف المريض ده اتعالج، شايف شباب في ريادة الأعمال، حد صغير وفي جامعة بعيدة شوية فرصته إن هو يقعد مع جهات مانحة
وهو في جامعة جنوب الوادي ياخد سيت كابيتال حتى لو بسيط، ويجي يسكن في القاهرة ويدخل حضانات في جامعة أمريكية أو فلات 6 أو في إيه أحلى من كده أروح بيه. يعني أنا فاكرة إن ولادي يوم بيدخلوا الجامعة بقيت دايما أقول لهم طب تعالوا اقول لكم الانتربرينور شيب دي ايه، طب تعالوا اقول لكم ان انتوا تبقوا في هيئات زي دكتور مجدي او بتاع، لاني نفسي ان حصل ان هم بيحبوا الكلام ده يدرسوا كمان. انا في حاجات اتعلمتها في وقت اطول، لكن هم لو طلعوا عندهم انترست في الكلام ده ودخلوا جامعة وتعلموا أيا كان من كل ده. there is lot of في development، في community development، في international development، في entrepreneurship development. احنا وقتنا دي كلها كلمات كان حاجه واحده زمان. كلنا في مصر ما كناش يعني هو كل اللي حصل انه في 2009 جه بريزيدنت اوباما ادى محاضره شهيره في جامعه القاهره وقال يا جماعه انا عايز اساعد 5 دول اسلاميه بفند كبير هتاخدوه عن طريق السفارات الامريكاني ومشاريع المعونه الامريكيه، وهنعمل جمهوريه مصر العربيه دي بايلوت بروجكت. and it all started 2009 2010 الثورة. this whole ecosystem it was احنا كنا بنعمل حاجات مش عارفين اسمها ايه. يعني انت ممكن حد شاب يجي بمشروع يقعد مع حد الانفستر ده اسمه انجل انفستر، ده احنا اتعلمنا في 2011. الشاب ده اسمه انتربرنور. طب وايه الفرق بينه وبين البيزنس مان؟ المشروع ده ستارت اب عنده فرص انه يكبر. what's the difference between المشروع ده والسمول بروجكت التاني؟ يعني قعدت قد ايه بتشتغلي في حته الديفلوبمنت قبل ما تخش على؟ قعدت بشتغل من 2010. يعني فاكره لما حصلت الثوره وقعدنا في البيت وعشان كان معانا اجانب كتير، فوقت الثوره البروجكت قفل تماما. عمري ما بنساه، اسمه Egypt's Competitiveness Project. That was أول project تحته component اسمه Entrepreneurship Development Component. بيقول لك هنلاقي الشباب فين، ايه مشاريعهم، مين هيعمل السelection للمشاريع اللي عندها فرصة تكبر، هنبقى في ازاي هيبقى في access to finance، is it investors جهات مانحة، هيأسس الشركة ازاي، هيجيب التيم ازاي. ده حاجه كانها الناس بتعلمك من الصفر 360 من الاول خالص. شاب في الجامعه ممكن يكون في هندسه، مثلا هندسه ميكانيكا، في الكورس بتاعه عنده ماده علمته حاجه معينه، he had an idea ممكن تتحول لشركه، بس هو بالنسبه له بعيد في منطقة في مصر ما عندهاش رفاهية حد من القاهرة. احنا كنا بنروح جامعات في القاهرة لكن الشاب ده فاحنا بنروح له احنا وناس غيرنا. انا بس على الاكسبيرينس بتاعتي نقعد 3 ايام هناك. ما اعرفش لو تفتكري احمد حاجة اسمها ستارت اب ويكند. ايوه طبعا. فبنروح يوم الخميس بنختار الشباب، بنقعد منتورشيب الجمعة كله، السبت بيكون في جوري باند كبيرة، بنكون عندنا ناس تسبونسر كل ده علشان الشباب اللي بنختارهم نكمل معاهم المشوار. مش كل الناس اللي بنختارهم بيكملوا، بس زي الانتربرنور في حتة في العالم في 10 مشاريع، في 20% معقول، في 10% which is مشروع واحد صح. يقدر يكمل. وده المنطقي، يعني ده المنطقي. انا حاسس ان هو اوقات كتيره انت بتحاولي الغريب ان انت تتوقعي ان 100% هيبقى ناجح.
والناس اللي بتتوقع دي جايين من باك جراوندز مختلفه. يعني في دكتور في الجامعه الامريكيه بيدرس انتربرينورشيب عنده راي، في بيزنس بيرسون عنده شركه كبيره في نفس القطاع اللي الشاب ده جاي بيعرض فكرته، عنده راي من ناحيه خليني كوميرشاليزيشن، ازاي ينزل السوق، يعني لان في فرق بين التفكير الاكاديمي وفرق بين التنفيذ الفعلي على الارض يعني. فانت عندك 4 5 مايندز، فرصه كبيره. وبعدين انا ولادي كانوا صغيرين، انا الشباب دول ده ولادي، انا اتخيل ان ابني الحمد لله ربنا طلع ان هو الشاطر في حاجه معينه، وجات له فرصه ان يقعد مع اكبر ناس في مصر، او من الناحيه الاكاديميه او من الناحيه العلميه في اوقات، او من الناحيه عالم الاعمال. بس هي وقتها ما كانتش مرتبطه يعني زي ما انت بتقولي كده، لان كان في دايما انطباع عام ان الفرص دي ما بتجيش غير الناس معينه، بتيجي بس بتوع القاهره او اسكندريه، المناطق المركزيه. فوقتها الموضوع ما كانش كده خالص. ابدا ما كانش كده ابدا. وانا يعني اكاد اجزم انه انا كنت بقعد في اسكندريه ايام وليالي، بنعدي على الاكاديميه وبنعدي على جامعه اسكندريه، الصعيد كله، جامعه المنصوره، ما اعرفش يمكن الشكل يتغير، بس هتلاقي في شباب من اللي كنا بنبقى موجودين مع بعض. وكانت هي بالنسبه لي هو عمل، وهو متعه، وهو في شعور امومه شويه، لاني دايما بريليت انه الشباب دول بنات وولاد، بنات الصعيد اللي كانوا في بيوت الطلبة، اللي هم كانوا بيكلمونا نكلم رئيس الجامعة نديهم فرصة انه يدخلوا متأخر شوية يوم الخميس والجمعة. يعني انا وانا بحكي لك دلوقتي I have this adrenaline، يعني حقيقي حقيقي حقيقي، اللي هو انا نايمه بالليل حد بيكلمني، الو مي انا جيت بدري ممكن تنزلي لي، طب ممكن تشوفي برزنتيشن قبل ما نعملها. طب فانا بعيد شويه عن الايكو سيستم بقالي فتره، انتوا اقرب، بس يا رب ما يكونش حاجات كتير من اللي اتبنت وقتها لسه موجوده، بس هو تطور بطرق مختلفه. ايه اللي بقى وداكي من رياده الاعمال والانتربرينورشيب الى ان انت اشتغلتي مع حد علامه ايكونيك زي سير مجدي يعقوب؟ زي سير مجدي اللي حصل انه انا كان عندي زمايل في الجامعه الامريكيه، وبفتكر بالخير ست من الطف الناس واشهرهم في شغلانه الفاند ريزنج. كما قال الكتاب، احنا الفاند ريزنج عندنا احنا بنعتبره هنا بنلم تبرعات، بنلم فلوس. ايوه the real fund raising is يعني eventually تخيلي ان هيبقى في a school called fundraising school under جامعات محترمه، because ده حجر اساسي في تطور اي مجتمع في الدنيا. fundraising ده للجامعات، fundraising للمؤسسات الاهليه، fundraising للمؤسسات الطبيه. الفند ريزنج عامه اللي هو ان احنا بنشوف طرق ان احنا نلم فيها تبرعات ما عشان الحاجه دي تكمل بطريقه فيها هيكل، مش ان انا بروح اقول لاحمد طبعا اقدر اروح اقول لاحمد انت هتطلع خير السنه دي، احمد انت عندك ذكاء، انت عندك عشر، ايا كان. وفي طريقه ان اروح لمؤسسات في عالم البنوك، في عالم التجاره والصناعه، في عالم، واقول لهم يا جماعه انتوا عايزين تكونوا مؤثرين في المجتمع بتاعكم، بس عايزين حاجه sustainable، عايز حاجه اما تحط فيها فلوس السنه دي تكبرها السنه الجايه، وما تجيش تلاقيها مش تمام او فلوسك مش متراعيه. يعني تمأسس التبرعات دي، يعني تخلي فيه institutionalization of CSR. يكون عندك استراتيجيه اول السنه، المؤسسه دي السنه دي
هتطلع قد ايه وهتقسمهم ازاي. فيقدر مجلس اداره يقول يا جماعه احنا عندنا 100 مليون السنه دي، عايزين نعمل استراتيجي نوافق عليها، احنا بنساعد مين ازاي. and اللي كمان كان عامل لي ابهار ان المؤسسات ابتدت في السي اس ار تطلع للانتربرينورشيب ديفلوبمنت، فما بقاش بس فتعمل بيتبرعوا. محافظ اه اكزاكتلي. ما بقاش بس هي يتبرعوا هي تبرع، اه بس بيعملها بطريقه مؤسسيه، انه ممكن في القطاع بتاعه يلاقي شاب او شابه احنا كنا يعني ساهمنا في تاسيس شركاتهم الصغيره وبقوا انكيوبيتد عندنا. لانك انت الحضانه لو هي ثيوريتيكال بس، انت بتطلع للسوق بتلاقي ان اللي اتعلمته في حضانه في 6 شهور بعيد قوي. طبعا كعادة اي حاجه بتتعلميها وبعد كده تكتشف ان في حاجه عملي اكتر مختلفه شويه. وفي تحديات اكبر بكتير، لان احنا واحنا قاعدين مع ناس كده وبيجي لنا دكتور يدينا الكلام ده ويعلمنا ازاي نعمل بيزنس موديلنج، غير لما ادي لاحمد مليون جنيه واقول له ابني لي خطتك، قولي انت بتارجت مين، هتكسب ازاي. ف ف باك تو السؤال بتاع انها حاجات مربوطه ببعضها، believe it or not، ان انت لما بتعمل development انت بتتاتش كل فئات المجتمع. الديفلوبمنت مش اني اروح في حته، بروح بس مش اني أنا اروح في الاماكن الاكثر فقرا واقول لهم خدوا ادفعوا ايجاركم، هي ان انا اروح في الاماكن دي واشوف ازاي هيقدروا من غيري بعد شهر واتنين وسنه واتنين يدفعوا ايجارهم. هل هي دي التنميه المستدامه اللي بيبقى؟ هي التنميه المستدامه. هي التنميه المستدامه. التنميه المستدامه اللي انت عارف ان هي ممكن تبقى في كل القطاعات. اكزاكتلي. فهي تقريبا يا احمد هي نفس العالم. يعني بتقولي ايه اللي وداكي العالم ده؟ هو نفس العالم، بس ان انا كل ما بكبر بعرف اقول اني رايحه يعني باختياري. وانا صغيره انا محظوظه دورت على شغل، اتوجدت في مكان اتعلمت منه، ابتديت اساس انا شاطره في ايه ومش شاطره في ايه، ابتديت يجي لي شجاعه ان انا اقول ان انا مش موظف شاطر هنا، بس ممكن اكون حد احسن بكتير في مكان تاني. والحمد لله من ساعه ما رحت في المكان ده لغايه دلوقتي عرفت ان this is الحاجه اللي انا بعرف اعملها كويس، وكبرت كفايه انه يعني مش عايزه مدير يقول لي، انا عايزه اكون صريحه مع نفسي في الحكم على تاثيري على كل المستفيدين من شغلانتي، اللي هم كتير قوي، اللي هم اكبر سنا اصغر في محافظات بره جوه كله. خلاص انا لو شايفاهم عارف لما يكون عندك كي بي ايز لنفسك، انت بتشوف الناس اللي انت اثرت فيهم وتقول اتعلم حاجه، فتح مشروع، عالج ابنه، علم ناس بعده، بقى سافرنا في محافظه تانية. I have my own KPIs. طبعا ده سؤال غريب جدا انا اساله، بس هو لغالبيه الوقت لما بسمع او بشوف او بقرا حاجه ليها علاقه بالسير مجدي يعقوب والشغل اللي بيعمله، بيبقى ان هو في حاله معينه من الفرحه للناس اللي بتشتغل معاه. شوف انا كنت بساعد من غير شغل، والسيده اللي برضو اللي انا اقدر يعني ان شاء الله تقابلها انت كمان وتاخد من خبرتها because she has a lot to say، ويأثر في اجيال اصغر مننا. يعني انا وهي كبار، انما هذه السيده كانت زميلتي في AUC، وانا كنت بساعد في مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب من غير شغلانه، لغايه ما اتصلت بيا في وقت وقالت لي احنا عايزينك تيجي تشوفي في اسوان وتشوفي المستشفى،
وليه اللي انت اللي انت بتعمليه ده ما يكونش مترتب في صورة عمل له KPIs وكده. وفي موضوع الفاند ريزنج انا وهي اشتغلنا مع بعض، فعارفين احنا مستنيين ايه من بعض، وازاي في الإدارة دي بتاعتها نأثر في بقية المؤسسة. فكنت محظوظة جدا اني زرت أسوان وقابلت دكتور ماجد يعقوب. ومش عايزة اقول كلام عشان الناس ما تفتكرش ان انا بقوله عشان دي شغلتي، بس هو انا عمري يا احمد في انا 19 26 بقى 7 سنين، انا عمري ما شفت اي human being قابل دكتور مجدي يعقوب ايا كان لابس اني بورنيطه، يعني قابله كموظف معاه، ولا قابله كمتبرع، ولا قابله كدكتور بيتعلم من علمه، حتى الان غير ما راح في حته تانية خالص. فانا ابتديت ابني المخزون ده اللي هو انا اتعلمت ازاي احس بالبني، يعني انا اتعلمت ازاي ما افتكرش ان انا فاهمه كل حاجه، انا اتعلمت ازاي اتواضع، انا اتعلمت ازاي الناس، طبعا هقول لك بنساعدهم بس احنا يعني المساعده جايه من عند ربنا يعني، بس قصدي ان احنا نكون السبب في ان هم ظروفهم تتحسن. وده بقى من الدرايفرز اللي ايا كان في ايه حواليا بيحرك بقيه اللاينز. فانا دكتور مجدي يعقوب والشغل ده ماشي كده، كل الحاجات التانية بقى اللي في حياتي ماشية جنبه. فهو غير ان هو علمه مش انا اللي هقول عليه، تواضعه واخلاقه السبب في ان مش بس الافات بياخدوا علاج مستواه مستوى عالمي بجد مش كلام. هو القطاع الطبي كله في مصر، يعني هقول لك ساعات تبقى في ناس، البني ادمين لازم يختلف، يعني بني ادمين البني ادم هيجي ناس بتحبه وناس ما بتحبوش. حقيقي والله يا احمد انا عمري في حياتي ما قابلت اي حد قابل سير بروفيسور مجدي يعقوب غير لما كان بيتكلم زي انا بتكلم، يعني حقيقي مش يعني حقيقي. انت فاهم قصدي انه هيسيب جواه حاجه وهيعلمه من غير ما يعلمه. يعني مثلا هتلاقي مثلا البروف بيشكر مؤسسه وبيقول اكبر CEO انتوا من غيركم ما كانش هيحصل 1 2 3، من غير الراجل بيطلع لما يجي يتكلم معايا التواضع من غير ما نقول، لان هو بجد جنون ليه متواضع. العلم جنون ليه عالم. الاخلاق. فانت طبعا لازم توقفني عشان انا لو ابتديت اتكلم على دكتور مجدي انا ممكن بس سؤال، لو في حاجه واحده اتعلمتيها منه في الفتره اللي انت بتشتغلي فيها معاه دي، ايه اكتر حاجه فاكراها له؟ باقي كتير قوي ان احنا نتعلمه لغايه ما نموت. هو انا ما اعرفش حاجه في ولا مجال انا فيه، انا بعمل اللي عليا وبتعلم، لكن احنا ما نعرفش حاجه. العلم لسه فيه حاجات تانية، الاداره فيه حاجات تانية. انا كبني ادم عندي شغل كتير قوي عشان اكون بني ادم احسن، ما وصلناش. انا عندي كتير قوي عشان اكون احسن. زميله عندي كتير عشان اكون زميله. مديره دكتور مجدي يعقوب بيعلمنا انك انت عمرك ما تكون وصلت ابدا.
لما جيتي بقى تاخدي قرار ان انت تفتحي سوي، كان نقله يعني هي عاده بتحصل في بدري شويتين، بس انت بدري عملتيها. كتير. اه. فايه السبب ورا ان انت عملتي سوي؟ حاجتين، انا كنت باخد طاقه من اي شباب اشتغلت معاهم، ان الواحد لو بيحب حاجه وعنده من الخبره المعقوله، انت لو استنيت يكون عندك الخبره الكامله، فانت خلاص على ما الخبره كامله تيجي الدنيا بتتغير وفي خبره بعدك واحسن منك. واحد، الطاقه بتاعت الشباب لما بيبتدوا مشروع. اول شركه اشتغلت فيها وانا صغيره، اللي قلت لك كنت لسه صغيره، كانت شركه فرنساوي، وكنت محظوظه ان انا كنت بسافر باريس، يبقى عندي زي assignments كده في اوقات، ودايما كان عندي الهوس ليه خباز الصغير اللي في المترو بتاع باريس بيعمل كرواسونية بجودة الفندق ال5 نجوم. اه ليه بقى؟ ده سؤال مهم. ليه بقى؟ ليه؟ وابتديت ليه الست الطيبة اللي كانت بتساعدني في فندق 3 نجوم، بتعمل الأوضة وبتنضفها، بعدين بتخلص وتنزل تسوي كرواسون اللي هي عجناه الفجر. ليه هي شاطرة زي التاني وزي اللي أكبر؟ فابتديت أقول طيب أنا عايزة أتعلم بيكري قبلها. وبعدين طبعا عشان كنت فاكرة نفسي ده اللي دكتور مجدي بقى إيه وقفهولي، يعني مش وقفهولي، ظبطهولي. طبعا أنا تخيلي إن كمية الستارت ابس اللي في كل القطاعات اللي شفتها، أنا عارفة كل حاجة، أنا عارفة الدوز والدونتس بتاع هاو تو دو بيزنس. ما انا بقالي بقى سنين بقى شغاله في بقالي الموضوع. سنين وسني كبر ففي جزء حب الحته دي اللي هو بيور بيرسونال، عايزه انبسط. نفسي اقعد اعمل واخبز ولما اسافر اشوف حاجه حلوه اجي اعملها. ومدام الست اللي كانت بتساعدني في تنظيف اوضتي عملتها. ما انا هقدر اعملها. ده انا لو عندي فريق في كذا وكذا وكذا وهعرف اعملها. ابتديت بقى ايه، ما انا بقول لك دكتور مجدي بقى يعني اجان انا بتكلم على انه مش بيقعد يقول لنا كده، انا بقول لك انه من الحاله اللي انت متواجد فيها في مؤسسه مجدي يعقوب، انت بتبقى في حاله بتقول لك انه بحب الحاجات دي، خلينا نبتدي. انا عايزه اتعلم. اي شيف عنده 23 سنه هيفهم عني وانا عندي 48 سنه. اي حاجه ناقصاني انا هجيب الاشخاص اللي بتفهم عني فيها ونبتدي نعملها. انا من سكان المعادي، وانا كان من كام سنه، انت عارف زمان ما كانش فيه بيكرز، يعني ما كانش فيه بيكري شوبس كتيره. كان في حد هايل بنحبه، لسه هايل وبنحبه في المعادي، وما كانش فيه حتى ولا تجمع ولا ست. صح. فابتديت اقابل ناس صغيرين من اللي درسوا بيكري بره، ابتديت اشوف مين الشيف هقف معاه، ابتديت اشطب كلمه صح، مطبخ. وكل خط وكل كومبوننت من المشروع ده بروح اتعلمه من الاول. انا عايز اعرف يعني ايه مكن بيصنع اكل، هروح لاكبر واحد ونقعد بقى نفهم، وهو يعرفني بحد، مرة اشتغل معاه، مرة يطلع تمام، مرة يطلع مش تمام. ففي خطوط كتير قوي قوي قوي. خليت المطبخ، ما كانش عندي المكان ده، كان عندي بس جوه زي سنترال كيتشن. انا وناس 8 شهور ما بنعملش حاجة غير بنجرب وبنشوف هنعمل ايه، نعمل البراندنج. مشكلة لما حد يبتدي بروجكت زي ده وهو كبير، هو ما بيعرفش يتنازل قوي عن حاجات اوكي مش اساسيه في البيزنس. ليه؟ يعني هو في فاونديشن معين هو واخد على انه في اي شركه كان فيها لازم يكون موجود.
المكنه لازم تكون مظبوطه. مفيش حاجه اسمها مكنه ما تثقش فيها، مفيش حاجه اسمها POS دوس، مفيش حاجه اسمها شاف. دايما بتدوري على الاكتمال، الحاجه كامله. ف it took longer ايوه than ايوه. هل صح؟ دي كانت الظروف. هل صح؟ I'm not sure. هل كان المفروض اقعد مثلا سنه لغايه ما افتح؟ يمكن لا. I cannot tell. انا اللي انا عارفاه ان انا فتحت في يوم كان عندي منتج حلو الحمد لله. I knew at the time who am I targeting. مين الاشخاص اللي شبه احمد وماجي. آه، انا كل الاعمار بتجيلي الصغير والكبير، بس حد بيحب الاكل هيقدر لو الانجريدينتس وخاماتي كانت محترم، هيستحملني في اوقات عشان انا لسه فاتحه. لو جه في يوم ما لقاش منتج امبارح، وبكبر معاه بقى. يعني انا بتعلم وبقول للناس اللي بحبهم بعتبرهم عيلتي، معلش سوري انا عندنا كذا بس هطلع حاجه جديده، ممكن ابعت لكم تدوقوا في البيت وتقولوا لي بامانه. انا والكاستمر بتاعي كبرنا مع بعض. without my customers ولا حاجه، which takes you to الشابتر بتاع know your customer. انت لازم تعرفي الزبون ففي شويه بتاعك. حاجات في الكوربريت مع شويه حاجات في الانتربرينورشيب. فهم دول الناس اللي انا بعتبرهم عيلتي لايك عيلتي. يعني انا كنت بطلع بعربيه، سايقه عربيه بكيس، الراجل يبص لي فاكر ان انا جايه مع ديليفري، فيقول لي حودي، اقول له ما انا تحت اهو، يعمل لي باي باي، اعمل باي باي، وبعدين اطلع هو حضرتك الدليفري؟ اقول له انا الدليفري. ف that was it. That's how I learned to do it. اوقات الناس بتسمع فبيحسوا ان كل حاجه كانت ورديه، بس في واقع الامر الحياه مش طول الوقت ورديه. الرحله دي بتبقى شكلها جميل وكل حاجه، بس في كده اكيد في الطريق في حاجات حصلت، وانا عارف ان انت مريتي بظروف اوقات كتيره مش اظرف حاجه، يعني سواء كان على الناحيه الصحيه او الناحيه العمليه وكل الحاجات دي. فازاي بتتعاملي مع الوحش؟ بص انا اول اختبار في حياتي وانا لسه مع عيلتي ابتدى بدري شويه. يعني ابتدى بدري شويه ان انا والدي والدتي يعني فقدنا اخويا الوحيد في at very early، يعني في وقت بدري. فاتعلمت من الاختبار ده حاجات كتير، من ضمنها ان مفيش ولا محنه ما فيهاش منحه من كله. يعني انا بقول عبال ما انا ابتديت اكون وهيبقى في اطفال متاثرين بشخصيتي ونفسيتي ومعاملاتي وشغلي وعلاقتي مع الناس، كنت اوريدي نشفت كده وقويت، وابتديت احس ده اول اختبار ده خلاني كل ما حاجه بتعدي بعد كده ببقى اجمد. مش عايزه ان انا اقعد يعني اخليك تمشي معايا المشوار يعني، بس هي دي من الحاجات الكبيره. هي وحصل برضو اختبار كده من سنتين ان انا برضو اكتشفت ان انا عندي فجأة كانسر في وقت لسه مامتي كانت بتتعالج منه. بس سبحان الله بقى انه الشخص اللي اتعامل بقى ده، الشخص ده بعد 30 سنة من الاختبار الأولاني هو هو حد حقيقي حقيقي حقيقي، مش عارف اقول كده بجد يا احمد عشان الناس، عرف يستفيد قد ما قدر، وبمساعدة الناس والأصحاب والزوج وزمايلي ومؤسسة دكتور مجدي يعقوب وكل ده بشكل يعني متمناش أبدا لحد إن هو يتعب. بس حقيقي حقيقي لو الاختبارات دي عرفنا ازاي نتعامل معاها، هي بتعدي
من عند ربنا. انا كل اللي في ايدي what I can control هتعامل معاها ازاي. هزعل بس هقوم اسرع، مش هتكسف اطلب مساعدة الناس اللي حواليا. هستخدمها انها تقوي ولادي من غير ما يكونوا في اي سلبية، لانه انا بحس انا كنت قدهم لسه من شوية صغيرة، وعارفة يعني ايه الواحد يبقى شايف عيلته تعبانة وفي نفس الوقت لازم يجمدوا، ما هم برضو كبار، فازاي نشركهم من غير حياتهم تبقى سلبية قوي، ان في ام في البيت عيانة وتروح المستشفى وبتاخد كيماوي ف يعني الحمد لله الحمد لله بتعدي. تخيل كل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل ما تسألني السؤال ده، واعرف ان كل اللي اتكلمنا فيه انا كان عندي معاه في نفس الوقت ظروف عائلية مع الأهل أو ظروف مع الشريك أو ظروف في صحتي أو كل ده ما عدا الدرس. يعني أقدر أكون موظف منتج وعندي حاجات، أقدر أكون زوجة كويسة واخدة بالي من أهلي، أقدر أكون أم لا أدعي المثالية، على الأقل أعمل اللي عليا، أكون زوجة من غير ما ده ياخد من حقوق ولادي، أكون زميلة زمايلي. دي كلها التزامات عليا، التزامات لزمايلي والتزامات لأهلي والتزامات لكل دول من غير الكلام ده كله. وأكون مريضة كمان كويسة، لأنه ده مرض صعب وأنا في أوله كنت مريضة مش كويسة، يعني مريضة عصبية، مريضة نقمة على الحياة. هعديها بعد قد إيه؟ في فرق بين لما أعرف إني عيانة وآخد أول مثلا جلسة كيماوي وأنا بزعق يمين وشمال، لا الدكتور له ذنب ولا جوزي له ذنب ولا ولادي ليهم ذنب، مسؤولية ياخد بالهم مني، بس بسرعة. يعني عرفت لم بسرعة كل موقف قد ما تقدر. كلنا مش زي بعض، خد العوامل المساعدة، اسأل الناس اللي حواليك، اسأل اللي كان عيان، كلم الدكتور، اخرج مع صاحبك، بس غير كده مفيش حد له ذنب. حتى ولادي مالهمش ذنب، جوزي مالوش ذنب، اهلي مالهمش ذنب. عشان اخد منهم الحتة الحلوة لازم اديهم فرصة بشوية ايجابية في الدنيا. انت لو عملت في كل دول اللي هو متوقع من مريض زيي، مش هيبقى عندهم طاقة حلوة يساعدوك بيها. يعني أول ما ربنا يجيب الاختبار أنا هطلعه على طبق، فهم مش في حالة تسمح بمساعدتي. فهي أحمد، أنا رأيي من غير ما أقعد أرصهم لك، تخيل إنه في بنت لسه ما خلصتش جامعة لغاية النهاردة وهي الحمد لله الحمد لله بنتي 26 وابني 23 الحمد لله، في كل الرولز اللي كان ربنا حطها فيها وكل المواقف كانت لازم تاخد بالها من الحتة بتاعت المرض، الفقدان، الفلوس اللي لما حصل الدايجنوسيس، يعني لما جالك قالك كان عندك كانسر، اليوم ده كان عامل ازاي؟ اليوم ده كان غريب قوي. انا بعمل اشعاعات وتحاليل عشان عندي هيستوري في العيله، ما انا مامتي كانت تعبانه، فمره من المرات رايحه فشايفه شكلهم كده غريب، فقلت بيني وبين نفسي خلاص انا I don't want to say انت لما بتقعد تاتراكت لانه في حاجات علميه، فخلاص اليوم ده وانا بعمل اشعاعاتي والكلام ده شايفه وشوش الناس بتقول ان فيه، بس لازم ياخدوا عينه ويعملوها بطريقه علميه. بس انا من يوم ما خدوا العينه في نفس اليوم لغايه ما بيدوروا ازاي يقولوا لي، انا عارفه انه خلاص انه فيه. وبعدين جوزي عايز يخلي كام يوم دول، ما هو كل الناس
عارفه يعدوا كويس. فخدني 5 ايام، قال لي احنا كلنا ما نعرفش ان احنا تعيانين، مستنيين النتيجه اللي هي كلنا عارفينها. فروحنا سافرنا الجونه وقعدنا وانبسطنا ورجعنا، وابتدينا كلنا مش عارفين نواجه بعض. هو مش عارف يقول لي وانا مش عارفه اقول مين ومين وصاحبي مش عارف. خلاص انا بشتغل برضو في مؤسسه طبيه، فجبت البتاع وزمايلي ربنا يخليهم لي اللي هم الدكاتره تخديش وكذا. ومن تاني يوم ابتديت الرحله. اول سنه كانت صعبه، كنت بحاول اشتغل هنا، يعني كنت بروح الجلسه واجي، كنت بروح الراديشن مثلا الاشعاع واجي، كنت مش قايله والدي ووالدتي، فكنت بطلع من المستشفى اروح لهم لغايه ما بعد 6-7 شهور الحمد لله الكيماوي كان خلص، فروحت لاهلي اللي كنت بزورهم باي ذا واي وانا عيانه بالكاسكته بكله. بس عارف ربنا لما يساعدك ان هم، ربنا بيساعدني ان هم ما يشكوش، عشان ربنا عارف ان دي مسؤوليتي في الاخر. لغايه ما الحمد لله السنه الاولانيه عدت، والسنه الثانيه دي اللي هي اللي كانت 25 حسيت ان انا احسن بكتير، ورجعت هنا البيكري. ورجعت اقول لك على حاجه يا احمد، انا عندي تارجت دوتد، يعني مش انه بس، انا الكي بي اي عند دكتور مجدي يعقوب هو رقم معين بجيبه سنويا. انا اتعينت في 2019، اكبر كميه فلوس جت تحت اسمي من غير ما ولا حد من المتبرعين يعرف ظروفي، ومش قايله لحد، وانا في البيت بعمل شغلي على اللابتوب وبعمله وبكلم الناس في السنه 24. So I doubled the number اللي جبته السنه اللي قبلها من غير ما يكون ده تارجت عليا. تقولي ازاي؟ عملت اللي عليا، وربنا بيقول لي معلش هديكي مساعده من عندي. ايه اللي بيخليكي تنزلي كل يوم، تشتغلي كل يوم، يبقى عندك الحماسه اول حاجه خالص ان لما اتكلم مع اولادي ابقى شخص عنده اضافه في مجالات كتير. كل الامهات طيبه، وكل الامهات حنينه، وكل الامهات يمكن احسن مني بكتير، بس انا كنت دايما احس انه نفسي لو حد فيهم دخل مجال معين، حتى لو انا مش فاهمه في تفاصيله عشان انا اكبر منهم وتعليمي كان مختلف، وهم الحمد لله يا رب الحمد لله كانوا محظوظين اكتر مني في جامعات مختلفه، بس اعرف اقيم حوار معاه يحس انه الست دي امي، لكن انا ممكن اكلمها في حاجه هتبقى فاهماها على مستوى الاجتماعي، على مستوى العملي، على مستوى دراسي، على مستوى فعل الخير. انا اول ناس بشوف في عينيهم اني حققت اي حاجه ان هم بيتكلموا معايا يبقى ايه، عنده فضول يعرف بقيه الحكايه، مش قاعد خد الكلمتين، عنده فضول انه لو عرفت اتكلم معاه في الشغل وبقى عنده فضول. فشفتها في اول شغلانه بنتي راحتها، هتتعامل ازاي مع المدير، هي ما كانتش حباها، وانا بفتكر انا كمان وانا في اول شغلانه انا ما كنتش حباها، بس ازاي لا مش هتمشي قبل ما تتعلمي، وفي نفس الوقت خلي بالك من صحتك النفسيه، وفي نفس الوقت وانا بقولهم لك هم شكلهم كلام اللي بقوله منمق، بس هو حقيقي حقيقي حقيقي. دي كانت الحاجات اللي بتحركني، ان انا وانا بتكلم مع حد يكون في اضافه في الشغل، اضافه في الحياه، اضافه في اهله، اضافه في صحته. على فكره انا النهارده حاجه بتوجعني، طب استنى تعالى، طب روح الاول اعمل كده، تعالى نشوف مين احسن دكتور بيعمل كده. هي ممكن تكون بديهيه بس بتحركني، يعني بتحركني فعلا. يعني بروح بنزل الصبح
الجنيه اللي بيجي في مؤسسه دكتور مجدي وهو بيروح ومش كلام اعلانات لانقاذ حياه طفل ساكن في الصعيد، ادرينالين مهما تديني جنبه مفيش حاجه توازيه. اي ربع نظره فخر في عينين ولادي ادرينالين مفيش حاجه توازيه. لو عرفت ابعد عن اهلي شويه حاجات بقدر ساعات، اوقات لا. ففي فخر بتاع البنت الابنه، يعني في فخر الام وفخر الابنه كده. لو حسيت ان انا قصرت في حياه زوجي وراح شغل مختلف وقادر يتكلم معايا في حاجات ممكن على فكره كنت التانيين كويسين، بس انت بتقولي ايه اللي بيحركك، بحكي لك يعني خايفه ازيد في حاجات كتير بحاول اعملها كويس. بس ان اقعد اتكلم مع جوزي ان هو ساب البلد دي بيشتغل في بلد تانية، او ساب القطاع ده بيشتغل في قطاع تاني، او عنده حاجه عائليه، ويبقى عندي اي اضافه وانا وهو بنتكلم مع بعض. بس وفي الاخر مقتنعه برضو ان there will come a point whereby صحتي النفسيه هتكون كأنها شغلي الشاغل أكتر من ال3 4 حاجات بعملهم دلوقتي. So when I say شغلي الشاغل يعني نفسي قوي يبقى عندي فرصة أرفلكت على حاجات كتير و وأنبسط بمكان جو حلو، أعمل حاجات مع ربنا أكتر. بس حاسة لسه شوية يعني أطمن على الولاد وعلى سوي وإن شاء الله. انا عايز اقول لك كمان ان انت اضفتي لي انا كتير النهارده، وهنشوف الحاجات دي مع بعض اكتر الفتره الجايه دي. يا ريت. وشكرا جدا على القعده متشكرة الحلوه ليك دي. قوي يا احمد. وانت عارف انا دايما بحس انه دي صنعة انك تعرف تطلع من الناس حاجة مفيدة وهي فيها ديفلوبمنت. لو احنا اتكلمنا نص ساعة وفي 5 دقايق بس لمسوا، هي فيها خير وثواب كتير غير المتعة بتاعت ان الناس تقعد تسمع حكي بتاع حد. لا انا ببقى مستفيد لان انا محظوظ بمعرفتي ليكي وناس تانية كتير. so much. ميرسي يا ميرسي احمد، جدا. ربنا يخليك ميرسي جدا. ومنورنا.